ولكن على مستوى تداعيات القرار على حزب التجمع الوطني للأحرار، هل يمكن أن تكون إيجابية؟ بمعنى آخر، البحث عن خليفة، ولحد الساعة اليوم يتم الحديث عن أوجار، سي رشيد طالب العالمي، مجموعة من الأسماء التي تطرح، مولاي حفيظ العالمي أيضا. وفي ذات الإطار أن ربما يتم فصل الناخب عن التصويت للتجمع الوطني للأحرار أو تصويت لرئيس حكومة المملكة ووزراء حزب التجمع الوطني للأحرار داخل الحكومة. بمعنى آخر، من يتخوف من تصويت عقابي على حصيلة الحكومة كما تقول المعارضة، أن تأتي وجوه جديدة لتبدأ مسيرة مستجدة مع الناخب المغربي ببرنامج عمل بوعود انتخابية جديدة دون أن تكون التركة حاضرة. نعم، ما نبقوش نديروا الشوافة في العمل السياسي. الآن نحن أمام حدث. شكون اللي كيدير الشوافة؟ ما مجموعة الناس نتكلموا على الانتخابات الجاية، هذا ماشي من السياق ديالها. اليوم نتحدث عن حدث تقديم أن رئيس أول حزب في المغرب صرح بأنه لن يتقدم لولاية ثالثة، ودار بلاغ. لا أتنكمل لك. ودار بلاغ وبرر فيه قانونيا. مناضلي الحزب كلهم كانوا يؤكدوا على أن السي عزيز أخنوش قادم وسيتصدر حزبه الانتخابات وسيكون هو رئيس الحكومة المقبلة. يعني اليوم استقالته وعدم ترشحه لرئاسة الحزب بمعنى آخر أنه يقول للجميع بأنني لن أكون رئيس الحكومة المقبلة، وهذا هو السياق وهذه التصريحات. لا دابا واش حنا غنناقشوا يعني إعلان أخنوش عن عدم الترشح وفق واحد المجموعة من المعايير الموضوعية القانونية. أنت قلت ما تربطوش بالانتخابات المقبلة. لا هذاك مجال، لا المجال ديالها نبداو بعدا نقراو ونفهموا الحدث. نفهموا الحدث. يعني أنا قلت أنه ماشي مفاجئ إذا رأينا داك الشيء الذي عرفه أخنوش منذ 21 إلى اليوم. داك الشيء كثير. يلا صوتين مقابل صوت واحد. هما لا احنا متفقين. لا متفقين في المبدا. نعم. في الشكل نختلف في الشكل، ولكن في العمق احنا متفقين. ثانيا ان في يوم اجتماع المجلس الوطني راه كان واحد فقرات خطيره جدا، هو ان جاء في البلاغ المكتب المجلس الوطني ان أخنوش امر كل الأجهزة الإقليمية والجهوية بأن تستمر في عملها. نعم. حتى بعد الانتخابات. نعم. لا أنا ماشي تنظيمية. لا هذا قرار السيادي ديال الحزب السي مسلم. راه حزب هذا حزب هذا قرار ديالو. مادام الأجهزة والهياكل قبلت ماشي، إذا يجب أن نحترم شوية ديال السيادة ديال القرار الحزبي. كاين هذه القضيه. هو قال ان هذا معطى اساسي، قال لك ان جميع الهياكل اللي عندها ارتباط بالفعل الانتخابي غتبقى حتى بعد الانتخابات. نكمل القضيه لو سمحتي لي. نعم. احنا في المغرب. نعم. وانت تعلم علم اليقين بان كنا كنقولوا الاستقلال، كنقولوا شباط، كنقولوا العداله والتنميه، كنقولوا عبد الله الا سمحتي لي. هذا هو النبض العام، هذا هو الراي العام. حتى حين يحكم على حزب يحاكم بناء على شخص امينه العام. اليوم كتقول الاتحاد الاشتراكي كتمشي نيشان ادريس الاشقر. بمعنى اخر اليوم حتى وان جددت الثقه في الهياكل التنظيميه لدى العامه ولدى الخاصه، السيد عزيز أخنوش لن يكون امينا عاما لحزب التجمع الوطني للأحرار. اهم المعاناه ديال المشهد السياسي والثقافه السياسيه نربط المؤسسات بالاشخاص، نعرف الاشخاص، وهذا هو الواقع. حزب على الفاسد، هذا هو الواقع. صحيح. هذا هو الواقع. هذه الثغره. الثقافه السياسيه شكون تيساهم فيها؟ الاعلاميون والاساتذه الجامعيون. اليوم خصنا نتكلموا لا الخصوم فيما بينهم. اليوم عندنا شنو المشكل اللي كاين؟ علاش جا قانون الاحزاب؟ علاش نحن الان امام قانون حزب ديال الاحزاب تنظيمي بما عنده هذاك البعد الدستوري. اذا علاش جا المأسسه ان اليوم خصنا نتكلموا يمشي أخنوش ولا يبقى أخنوش، خص المؤسسه تبقى. ياك غنقول لك القضيه ديال اذا في الاسماء البديله وانعكاس ذلك على الانتخابات. كاين بعض الاشياء اللي مهمه خصنا نبقوا عندها. انا شخصيا ما تنبقاش ننقذ في المنهج ديالي. اذا كاين هذه الفكره ديال اليوم خصنا نقراو بعدا البلاغ المكتب السياسي. تيكون اولا حسب مصادر مباشره من مصر، ناضوا كاملين رفضوا انه قلناها ماذا قال؟ لا اعطاهم موضوعيه، قال لهم خيار شخصي. لا ونظام داخلي واحترام والنظام اساسي الولايتين. ما نساوش واحد الفكره مهمه. نحن الان القانون
التنظيم ديال الاحزاب السياسيه 11/23 اللي كان فيه واحد الغموض ما يخصو ما نصش على لا لم ينص. لا الان دابا القانون المعدل الجديد بالعكس نص على ولايتين، وما بقاوش هذاك اللعب ديال اننا تنخرقوا القانون وتنمشوا نغيروا النظام الداخلي. اذا اخنوش الان هو اكد انه لن يترشح لا الرئاسه او للبرلمان انتخابات. نعم. بمعنى انه الان من الناحيه القانونيه غيبقى مسير، غيبقى في الحكومه حتى لتشكيل الحكومه الجديده وتعيين. هذا امر طبيعي. هذا كاين. نعم. اليوم تداعيات البدائل باش نمشي لا التداعيات هو تداعيات على اخنوش يعني هو اللي صنع الان الحزب التجمع الحديث. كان عنده 2021 كان عنده 47 برلماني، دابا عنده 104. نعم. شد الحكومه، هيمن على رئاسه الجهات، الاقاليم، الجماعه الترابيه. ما عمره هذا الشيء حزب التجمع كان يحلم به. اذا الان لابد ان عدم الترشح ديالو غيخلي ثغرات كبيره. بغيتي تعلق على الاسماء المطروحه ولا ما بغيتيش؟ لا ما نعلقش انه ما رشيد نعطيك التعليق.